في كل وصفة حلويات بتشوفوها بتسمعوا كتير لازم مضرب كهربائي او عجان، وكتير منكم مش متوفر عنده المضرب وحابب يعمل كيك لأي مناسبة. فالنهاردة هعرفكم ازاي تعملوا كيك موس الشوكولاتة زي الأمواس الفرنسية بالظبط، الكيك والكريمة بدون مضرب كهربائي، بدون كريمة خفق او كريمة لباني. ولو الكريمة دايما بتطلع معاكم سايحة فالكيك ده انسب ليكم، وانا متأكدة انكم بتشوفوا الطريقة دي لأول مرة معايا، فاتمنى تشاركوا الطريقة مع اصحابكم علشان يقدروا يعملوا كيك بكل سهولة بطعم كريمي وناعم جدا زي اللي بنشتريه من المحلات. ومش هنستخدم غير بيضة واحدة للناس اللي ما بتحبش البيض كتير في الكيك. اتمنى منكم تعملوا منشن باسمي لمساعدة ناس كتير حابة تعمل الكيك بالطريقة دي. في البداية خلينا متفقين ان كل المكونات ممكن نعايرها بالاكواب المعيارية او باي كوب متوفر عندنا، بس المهم كل المكونات تكون بنفس الكوب. اول حاجة هنحضر كيك الشوكولاتة. هنحتاج كوباية من الدقيق، نص كوباية من الكاكاو الخام، نص معلقة من البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا، وهننخلهم مع بعض علشان التكتلات اللي فيهم. بعد كده هنزود كوبايه من السكر وهنقلب المكونات الجافه مع بعض. بعد كده هزود عليهم بيضه تكون بحراره المطبخ، وعليهم فانيليا سائله او فانيليا بودره لو متوفره، ونص كوبايه من الحليب، وربع كوبايه من الزيت النباتي ما يكونش ليه ريحه علشان بيأثر على طعم الكيك. وهنقلب المكونات مع بعض لحد ما تلاقوها بقت متماسكه. وممكن تحطوا المكونات السائله في الخلاط وتحطوها على المكونات الجافه بدل ما تعملوا بالمضرب يعني لو حابين. بعد كده هنحتاج نص كوبايه من الميه السخنه كانت مغليه، وعليهم معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. ممكن ما تضيفهاش ابدا يعني هي اختياري، بس بتظهر طعم الكاكاو وطعم الشوكولاته، يعني بتخلي طعمها جميل جدا. وبس كده هو ده القوام المظبوط لكيك الشوكولاته، مش بيكون سائل قوي ولا سميك. بعد كده هنحتاج صينيه مقاس 20، اي صينيه متوفره عندكم، بس لازم مقاس 20 علشان تطلع معاكم الشكل اللي شفتوه في الاول. دهنتها باي ماده دهنيه، زبده او زيت، وحطيت فيها ورقه زبده، ونحط فيها خليط الكيك وندخلها على فرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق على حراره 180 اللي هي وسط. هتاخد معاكم 30 دقيقه بالظبط. اول ما تطلع اختبروها بالعود الخشبي وسيبوها تبرد على جنب على ما نحضر جناش الشوكولاته للكريمه. انا هستخدم 130 جرام من الشوكولاته القابله للدهن اللي هي تقريبا نص كوبايه، وهنحتاج كمان 14 جرام من الجيلاتين البودره، معلقتين كبار، وعليهم 70 جرام من الميه يعني تقريبا ربع كوبايه من الميه، وهنقلبهم مع بعض كده. وهنسيب خليط الجيلاتين ده على جنب لمده ربع ساعه على ما نحضر او نسيح الشوكولاته. هنحتاج معلقتين كبار من الزيت ونقلبهم مع الشوكولاته على حمام بخار لحد ما تسيح زي كده، ولو لقيتوها متماسكه زودوا معلقه زيت لحد ما تكون ناعمه زي كده. بعد 15 دقيقه بالظبط الجيلاتين تماسك. بنحطه على بخار الميه بعد كده لحد ما يسيح، ونحطه على الشوكولاته ونقلبهم مع بعض. الخطوه دي بنعملها علشان الجيلاتين يدوب تماما وما يكونش ليه اي اثر في الكريمه. الخطوه اللي بعد كده هنحضر موس الشوكولاته. هنحتاج كوبايه وربع من الكريم شانتيه الخام، نص كوبايه من السكر البودره او السكر العادي، 3 معالق كبار من الحليب البودره علشان يدي طعم حلو. بعد كده هنحتاج ميه، واهم حاجه تكون متلجه وفيها مكعبات تلج، ممكن تستبدلوها بالحليب زي ما انتوا حابين. دلوقتي هزود عليهم كوبايه ونص من الميه زي ما قلت لكم. بعد كده هنستخدم المضرب اليدوي، مش هنستخدم مضرب كهربائي، وهنقلب المكونات بس بالراحه كده لحد ما يتقلبوا مع بعض. بعد كده هنبدا بقى نقوي في السرعه ونقلبهم لمده 10 دقائق. ما تقلقوش هو القوام هيتقل معاكم في ثانيه. وهنحتاج ميه وهقول لكم ليه. انا مش عاوزه الكريمه تكون متماسكه وتقيله، انا عاوزاها تدي كميه كبيره. فالكريمه احتاجت معايا كوبايتين وربع من الميه المتلجه لحد ما بقى القوام زي كده 70%، تحسوها مش سميكه قوي ولا سائله. بعد كده هنحط عليها جناش الشوكولاته ونقلبهم بقى مع بعض. وبس كده موس الشوكولاته بقى جاهز معانا. قوامه بيكون سائل كده، يعني لو الكريمه دايما بتطلع معاكم سايحه فما فيش داعي ان احنا نرميها، وممكن نستغلها في وصفه زي كده وتطلع معاكم ناجحه ان شاء الله من اول مره. كيكه الشوكولاته بعد ما بردت قسمتها 2. هاخد الطبقه الاولى والطبقه الثانيه ممكن نعملها في اي حاجه تانية او نحطها في الفريزر. بالنسبه للصينيه اللي انا استخدمتها او الكادر اللي هو مخصص للامواس مقاسه 22، ولو مش متوفر عندكم تستخدموا صينيه تشيز كيك، او لو مش متوفره ممكن تستخدموا صينيه عاديه وتحطوا فيها ورقه زبده من جميع الجوانب وتحطوا فيها عادي، وهتقدروا تقلبوها بكل سهوله. ولكن لو هتستخدموا كادر زي اللي انا مستخدماه لازم نحط فيه بلاستيك راب من تحت علشان خاطر نقدر نقلبه بكل سهوله، علشان ملهوش قاعده من تحت. ولو ملاحظين مقاس الكيك 20 ومقاس الكادر 22 علشان خاطر يطلع لكم الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه. او ممكن تعملوا الخطوات دي كلها في مقاس صينيه واحده وتريحوا نفسكم، يعني تطلع كلها بنفس الحجم. المهم بعد ما حطيت موس الشوكولاته خبطت الصينيه خبطتين عشان تطلع الهواء الزياده او الفقاقيع زي ما انتم ملاحظين. بعد كده غطيتها بنايلون، واهم حاجه تشدوه زي كده علشان ما يلمس سطح الكريمه، علشان تطلع معاكم سطحها املس وجميل. لما نحط عليها اخر طبقه جليز الشوكولاته هدخلها دلوقتي الفريزر لمده 6 ساعات على الاقل
على ما نحضر الجليز هنحتاج المكون الرئيسي بتاعنا جيلاتين معلقتين كبار، عليهم 70 جرام من الميه، وهنقلبهم مع بعض ونسيبهم ربع ساعه 15 دقيقه لحد ما يتفاعلوا. بعد كده هنحتاج نص كوبايه من الحليب، عليهم معلقه كبيره من الكريم شانتيه، وندوبهم مع بعض، هنعتبرها بديل لكريمه الحلويات. بعد كده هنضيف في كسرولة كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، وخليط الحليب اللي عملناه، وعليهم نص كوبايه ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام المر، وهنقلبهم كده على نار تكون متوسطه، ونقلب كل المكونات مع بعض لحد ما تلاقوها اندمجت. واول ما الخليط يغلي معاكم غلوه واحده بتشيلوه على طول، وهنحط عليهم الجيلاتين، بس في الاول هنسيحه على بخار الميه زي ما قلت لكم، ودي خطوه انا نسيتها، او ممكن تسيحوه في الميكرويف لثواني. بعد كده هنصفي الخليط علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، ونسيبها تبرد بحراره المطبخ على جنب. بعد كده ندخلها التلاجة لمده ساعتين. اول ما تطلع معاكم بنشيل البلاستيك راب اللي عليها كده وبنقلبها، بتلاقوها كده متماسكه عامله زي الجيلي شويه. بنحطها على بخار الميه ونفضل نقلب فيها لحد ما تلاقوا جليز الشوكولاته بقى ناعم وما فيهوش اي تكتلات، او ممكن تدخلوها الميكرويف لثواني لحد ما تلاقوا قوامها بقى مظبوط. صفيتها تاني عشان اتاكد ان هي ما فيهاش اي تكتلات. طلعت الكيك بعد 6 ساعات بالظبط، بقى متماسك وتحسوا ان هو متلج كده. ما تقلقوش هيطلع معاكم بكل سهوله. اول ما الكيك بنطلعه من المجمد بنشيل النايلون من فوق ومن تحت، وبنستخدم فوطه مبلله بميه دافيه علشان اقدر اشيل الكدر او الطوق اللي انا مستخدماه. طيب لو مستخدمين انتوا صينيه تشيز كيك عادي جدا هتفتحوها من الجنب وهتطلع معاكم بكل سهوله، لكن لو مستخدمين صينيه عاديه وحاطين فيها ورقه زبده لازم تعملوا الخطوه اللي انا عملتها بالظبط. بعد ما جليز الشوكولاته خد معايا حراره المطبخ صبيته على الكيك وهو مجمد، ونحاول كده نسويه، يعني لو مكان ما فيهوش شوكولاته بنحط عليه. بعد كده هسيبه يتصفى شويه، ممكن تحطوه على الشبكه، وبعد ما يتصفى كويس بنحطه على البورد وندخله التلاجة لمده ساعه الجليز كده يتماسك. واول ما الكيك يطلع معانا من التلاجة هنبدا نزينها. انا استخدمت شوكولاته مبشوره للقاعده من تحت، ولعبت شويه باشكال من الكراميل. حسيت ان هي صعبه عليكم في البدايه فعملتها لوحدي، وحطيت شويه شوكليت شيبس وجليتر لامع قابل للاكل. طبعا انتوا مش ملتزمين انكم تزينوها بنفس الطريقه، ممكن تستخدموا اي بسكوتات اوريو اي كريسبي متوفر عندكم، او تسيبوها ساده زي ما هي كده. وده بيكون الشكل النهائي لموس الشوكولاته. طالما مستخدمين الجيلاتين هتفضل معاكم متماسكه لاخر قطعه، وهتطلع معاكم مظبوطه جدا لان احنا ما استخدمناش مضرب. والسبب الرئيسي ان انا اعمل لكم الوصفه دي ان مضربه الكهربائي باظ. فبجد من كل قلبي حسيت بيكم قد ايه انتوا بتعانوا علشان ما بتقدروش تعملوا حلويات جميله كده من غير مضرب كهربائي. فانا حاولت على قد ما اقدر ان اخترع لكم وابسط لكم حاجات كتير جدا علشان تقدروا تقدموها في اي مناسبه. اتمنى تجربوها وتبعتوا لي الصور على الانستجرام. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.